سلام. النهاردة أنا جاية أغير مفهومكم عن طاجن الكوسة باللحمة، وهنعمله بأسهل وأسرع وأبسط مكونات. بجد يا جماعة ريحته قلب الدنيا وهيعجبكم جدا. يلا بينا على المقادير. أول حاجة هيكون عندنا الطاجن، ونكون سالقين لحمة ضاني تمام زي ما انتم شايفين كده، وفيها ريش. اللحمة الضاني طبعا طعمها حلو جدا وبتفرق في طعم الأكل. وهننضف كوسة ونقطعها حلقات، وننضف برضو جزراية ونقطعها حلقات ونضيفها فوق اللحمة المسلوقة. وكمان هنضيف بصلتين للكوسة واللحمة والجزر، وكمان هنضيف يمكن 4 أو 5 فصوص توم مع فلفل حامي، وكل البهارات اللي هكتبها لكم في الكابشن، و2 من الطماطم هنعملهم عصير بالشكل ده. وكمان هنضيف علبة صلصة كاملة، يعني بما يعادل تقريبا 3 أو 4 معالق صلصة كبار. هنقلب كل المكونات مع بعضها. أنا طبعا بحبه أعمله على الني، مبحبش ان هو يكون متسبك. وبعد كده هضيف الخضار كله على اللحمة، وبعد كده هغطيه بورق قصدير، وبالظبط 15 دقيقة وبيكون استوى. ونسينا نقول ان احنا بنضيف من شوربة اللحمة الضاني علشان تستوى شوربة اللحمة الضاني. بجد يا جماعة طعمه بيبقى حلو قوي ومختلف عن لما بتعمليه على النار. ويلا بينا على اللحظة المنتظرة ان احنا ندوق الاكلة الخرافية دي. بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. ودوقوها وجربوها، وما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب، وتعملوا سيف للفيديو عشان لما تعوزوا ترجعوا له. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.